قبل ما نبتدي أحداث قصتنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بتبتدي أحداث قصتنا وبيكون البطل اللي هو اسمه لو شينج نايم في الفصل الدراسي بتاعه، والمدرس عمال بينده عليه وبيقول له: أنت هتفضل نايم طول اليوم ولا إيه؟ وبيقول لنفسه: فاضل 200 يوم على الاختبار النهائي وأنت لسه ما عملتش حاجة، أنت ما تعرفش غير النوم في حياتك. وبيزعق له: ده أنت ما ينفعش حتى تبقى عامل بناء، محدش هيرضي يوظفك. وأصحابه بيتريقوا عليه. فصاحبه الوحيد ليو بيقول: أنت حلمت حلم وحش ولا إيه؟ شينج بيرد عليه: ما تفكرنيش بيه، ده كابوس وحش وأدي لتدهور حالتي الصحية. ليو بيقول: ما نفكرش فيه، وبعدين أنا حالتي الصحية أقل منك، وفكك، مش لازم نبقى أبطال خارقين، خلي الكلام ده للعباقرة، فكك وتعالى نلعب سوا. بيقول له: أنا مش قادر، أنا هروح دلوقتي. صاحبه بيقول له: أنت هتمشي بدري ليه؟ دي مش من عادتك، ما تشغلش بالك، أنا هعزمك على المشروبات ووقت الكمبيوتر. شينج بيرد عليه: أنا بجد مش قادر، أنا هروح. وبيتنقل بينا المشهد، وبيكون شينج بيتمشى في الشارع وبيقول لنفسه: أنا ما كنتش متوقع، حتى بعد ما روحت العالم ده لسه عندي امتحانات. بس فجأة وهو سرحان يشوف واحدة بتجري وهي شايلة حاجات كتير، بتقول له: يا عم اقف على جنب. بيبصلها باستغراب وبيقول: هي ازاي قوية كده؟ وانا امتى هبقى قوي زيها؟ وبعدها بينتقل المشهد لبيت شينج. امه بتحط حاجة على ظهر ابوه وهو بيقول: بالراحة على ظهري. فترد عليه: خلاص قربت اخلص. شينج بيرجع البيت، امه بتقول له: انت جيت اعمل لك الاكل. بيقولها: ماشي. ويبص على ابوه وهو قلقان عليه. شينج بيقول له: تعال نشتري جهاز الدورة الدموية، أول ما يلمسك هيحسن حالتك الصحية. أبوه يكمل: أنا كويس، ده بس علشان كبرت في العمر. وبعدين أبوه قوي جدا، حتى بص على عضلاتي. وبيضحك وهو بيقول له: بالمناسبة أنا عندي هدية ليك من أغلى جرعات الشفاء. شينج بتدمع عينيه وبيشكره. أمه تقول له: أختك وصلت قوتها ل9. هو بيتحرج ويمشي على أوضته ويقول لنفسه: أنا لازم أرفع مستوايا. بياخد نفس عميق ويبدأ يستخدم تقنية إعادة بناء الجسم، ويفضل يتمرن بضمير. وبيحكي شينج إن من حوالي 300 سنة ظهرت بوابات غريبة في الأرض، ومن البوابات دي خرجت وحوش قوية بشكل مرعب لدرجة إن الأسلحة العادية ما بقتش ليها أي لازمة. ومع مرور الوقت القوة الجينية بدأت تصح جوه الناس، وبقوا يمتلكوا قوة خارقة. الأرض دخلت في أيام سودة بسبب قوة الوحوش اللي محدش كان عارف يوقفها. وبيرجع شينج بعد ما خلص تمارينه، لكنه يلاحظ إن قوته ما بتزيدش، فبيتضايق جدا ويكمل التمرين لحد ما يغمى عليه. وبيصحى فجأة يلاقي نفسه بيحلم في عالم تاني، وحش بيهجم عليه من غير مقدمات. شينج يرد برجله ويديله ضربة تطيره بعيد، يمسك طوبة ويكسر بيها دماغ الوحش لحد ما يموت. وبيقول: أخيرا قتلته، هو أنا في حلم؟ ليه مش عارف أصحى؟ وفجأة وحش تاني بيهجم عليه من وراه، بس شينج بيمد إيده وبيصد الضربة وبيمنع الوحش من إنه يقتله. بيبص عليه يلاقيه شكله شبه الزومبي، وفجأة طاقة غريبة تدخل جسمه، يحس بألم قوي وعقله يتفتح على مشاهد غريبة. راجل بيكلم واحدة وهي بتقوله: هتدخل جامعة إيه؟ فيرد عليها: جامعة الفنون القتالية. فتقوله: بس دي صعبة. وبعدها يشوف نفس الراجل جوه الجامعة وهو بيتمرن، ويشوف مشهد تاني قدام بوابات والوحوش بتهاجم، والراجل بيقول: تعرضت أبواب الجامعة للهجوم. فجأة شينج بيرجع لوعيه، يقول لنفسه: دي ذكريات الوحش اللي لسه قتلته، هو ليه أنا حصلت على ذكرياته؟ ويحس بطاقة جامدة جدا بتغلي في جسمه. وفجأة الوحش بيهجم عليه تاني، بس المرة دي شينج بياخد باله، بيلف بسرعة وبيديله ضربة قوية بإيده تقتله في ثانية. عينيه بتطلع منها هالة قوية، ولما بيرجع لوعيه يلاقي الوحش ميت قدامه. وبيقول شينج: هو أنا اللي قتلت الوحش؟ هو أنا عندي القوة الجامدة دي؟ هو أنا لما بقتل الزومبي ما باخدش بس ذكرياته، لأ، كمان باخد مهارته. وبيكمل وهو مصدوم من نفسه: أنا مش مصدق القوة اللي كسبتها، بس ده حلم. وبيبدأ يتمشى في المكان، بيلاقي طاقة طالعة من الوحش اللي لسه قتله وبتدخل فيه. وفجأة يشوف ذكريات الوحش، وبيشوف نفس المنطقة اللي ظهرت في ذكرى الوحش اللي قبليه، الرقم 1359. بيقرر إنه يدور عليها،
وفجأة بيصحى من النوم وبيسمع حد بيخبط على الباب وبيقول له ميعاد الغدا، فتطلع أخته. شينج يخرج من أوضته وجسمه كله مليان عرق، بس المختلف إن جسمه كله عضلات. أخته تسأله وهي مستغربة، أنت كنت بتتمرن؟ وهي مستغربة من القوة اللي باينة عليه. شينج يفتكر أيام زمان لما كانوا مع بعض وهم صغيرين، بس أول ما دخلوا المدرسة النتائج ظهرت وكل حاجة اتغيرت وهي بعدت عنه. بس هو مش مستغرب لأنها كانت دايما أقوى، كل جامعات الفنون الدفاعية هتطلبها. بيبص لنفسه في المراية ويسأل، أنا إمتى حصلت على العضلات دي؟ أنا حاسس إني بقيت أقوى بكتير، ده أنا لسه فاكر ذكريات الزومبي وطريقة القتال بتاعتهم. يقول لنفسه، أنا كده أقدر أزود قوتي من أحلامي، أنا هبقى أقوى كل لما أنام. ويقعد على السفرة ويبدأ ياكل كل الأكل اللي قدامه لدرجة إنه يطلب طبق تاني. الكل يبصله مستغربين من اللي بيحصل، وفجأة تيجي في دماغه فكرة، أنا لازم أروح أقيس قوتي القتالية. بيروح المكان اللي بيكون فيه إعلان للمقاتلين. المقاتل الأول في ذروة الرتبة الأولى قوته 150، المقاتلة الثانية في ذروة الرتبة الثانية قوتها 1500، المقاتل الثالث من الرتبة الثالثة قوته 10,000. يقول لنفسه، هنا الإنسان بيتقيم بقوته ورتبته. فيخش جوه المكان وموظفة الاستقبال تقول له، أنت عايز تعرف قوتك؟ شينج يرد، أيوة. فتقول له، خش جوه في آلة التقييم. ويستعد تشينج علشان يقيم رتبته وحالته الصحية. أول ما بيحط إيده على جهاز التقييم، مستوى الرتبة متدرب. وتشينج يفرح لما يلاحظ إن مستواه زاد 0.02، ويقول لنفسه، حتى وأنا نايم قوتي بتزيد. وبيجهز نفسه علشان يشوف قوته القتالية قد إيه. يقرر يستخدم أساليب القتال بتاعة الزومبي اللي أخدها في الحلم. يركز، يلف دراعه ويدي لكمة قوية للدمية. والنتيجة بتظهر على الشاشة، 113. شينجي يفتح عينه من الدهشة ويضحك بخفة، أنا مش مصدق نفسي، ده أنا ما بقاليش غير ساعة واحدة بس في الحلم. ويقول لنفسه، أمل هيحصل إيه لو نمت 8 ساعات؟ ينتقل المشهد وهو راجع بيته، يحاول ينام بس مش عارف. وبيقول في نفسه، خلاص هتدرب بدل ما افضل مستني. وأول ما يبدأ التدريب جسمه يتحرك بخطوات لا إرادية، كأنه حافظ التدريب من غير ما يفكر، ويدرك إن التدريب ده هو نفس التدريب اللي كان الزومبي بيعمله في الحلم. بس خلاص، هبين قوتي. بس مش مشكلة. المشهد بينتقل للنادي الرياضي وهم بيغيروا هدومهم. لو بيسأل شينج باستغراب، انت امتى طلعت لك العضلات دي؟ ده انا سبتك بقالي كام يوم، ازاي حصل لك التغير ده؟ شينج بيبتسم وبيقول، انا اتدربت. وبيقول لنفسه، فعلا اتغيرت، حتى شعري طول. بيدخلوا الملعب والطلاب متجمعين حوالين المدرب. المدرب اسمه تشونج، مدرب قتالي معروف. تشونج بيشرح لهم أساسيات فنون القتال، ولو بيقول إن المدرب عنده خبرة لأنه مقاتل من الرتبة التانية وواجه وحوش كتير، وآثار الجروح على جسمه بتحكي. التدريب بيبدأ وتشونج بيوريهم شوية تقنيات عملية. شينج في دماغه، التقنيات اللي اتعلمتها في الحلم أحسن من دي. تشونج بينادي على واحد اسمه يانج ويقول له، تعال ورينا شوية تقنيات. يانج بيطلع والبنات بتنبهر بجماله، والكل بيقول إنه الأقوى في الفصل. وشينج بيقول لنفسه، ده هو البطل هنا، بس ده مش عدل. هو غني وابوه اشتراله حبوب تقوية خلت قوته توصل 1.2، وأنا قوتي 0.8 بس أنا هعلمه درس مش هينساه طول عمره. في الوقت ده جيانج بيكون بيتدرب مع المدرب،
ولما التدريب بيخلص المدرب يقول له انت كويس بس ناقصك شوية حاجات هعلمها لك. وبعدها بيقرر يختار ناس للقتال العملي. يسأل مين عايز يقاتل جيانج؟ الكل ساكت، مفيش حد بيرد. المدرب يبص على شينج، بيشوف الهالة اللي طالعة من عينيه ويقول في باله العيون دي والهالة دي ده مدرب نفسه لفترة كبيرة. فينادي عليه شينج استعد هتقاتل جيانج. شينج يقوم بهدوء، الكل بيبصله، الاتنين يقفوا في مواجهة بعض، مفيش خوف على وش شينج. المدرب يعلن بداية القتال. جيانج يضحك بتريقة ويقول له هتشوف قوتي دلوقتي. يركز الهالة في ايده ويديله لكمة قوية جدا. الطلاب يتفزعوا من قوتها وسرعتها، لكن شينج شايفها كأنها بطيئة، يلف جسمه ويتفاداها بسهولة. وفي نفس اللحظة يشحن شينج قبضته بهالة قوية، يضرب لكمة مباشرة على وش جيانج. جيانج ما يلحقش حتى يستوعب، يتفاجئ واللكمة تضربه وتطيره لورا قدام عيون كل الطلاب. الكل يفضل ساكت من الصدمة، النظرات كلها على شينج. المدرب بيجري بسرعة ناحية جيانج وبيتأكد إنه بخير. وبكده بتنتهي أحداث حلقتنا، ولو عايزيني أكمل في السلسلة دي اكتبولي في التعليقات. ولو عايزين قصة تانية اكتبولي في التعليقات، وما تنساش تسيب اللايك